ماله بقى قصة الوتر دوت وقصة المتوسط، وايه العلاقة اللي بتربط بين المتوسط والوتر؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة في نظرية 3. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة الدرس الثاني في الهندسة، تابع متوسطات المثلث. درسنا الحصة اللي فاتت متوسطات المثلث وعرفنا فيها نظريتين وتعريف. التعريف كان خاص بمتوسط المثلث، وكان متوسط المثلث هو القطعة المستقيمة الواصلة بين أي رأس من رؤوس المثلث إلى منتصف الضلع المقابل لهذا الرأس. وخدنا نظرية 1 كانت بتقول لي متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقطة واحدة، وخدنا نظرية 2 اللي كانت بتقول لي نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منهم بنسبة 1:2 من جهة القاعدة و2:1 من جهة الرأس. كل ده خدناه الحصة اللي فاتت وتعرفنا على بعض الأمثلة وحلينا بعض التمارين على ال3 حاجات دول. النهاردة هنكمل مع متوسطات المثلث، ولكن كلامنا النهاردة هيبقى خاص بالمثلث القائم الزاوية. طب تعالى أفكرك بالقائم الزاوية الأول. لو أنا عندي المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، يعني ب دي زاوية قايمة، كنت بقول على أ ج إيه؟ كان له اسم معين كده. أي مثلث قائم الزاوية بيتكون من 3 أضلاع، ضلعين داخلين في الزاوية القايمة، والضلع الثالث كنت بسميه وتر. يبقى أنا عندي أ ب ضلع قايمة، وب ج ضلع قايمة، وأ ج كنت بقول عليه وتر. ماله بقى قصة الوتر دوت وقصة المتوسط، وايه العلاقة اللي بتربط بين المتوسط والوتر؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة في نظرية 3. نظرية 3 بتقول لي طول متوسط المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس القائمة يساوي نصف طول الوتر. يعني المتوسط اللي هيخرج من رأس الزاوية القايمة هقول عليه ان هو بيساوي نص طول الوتر بالظبط كده. هو ده الاستنتاج اللي انا هستنتجه. زي لو انا عندي المثلث أ ب ج، مثلث قائم في باء، يعني عندي زاوية باء قائمة، والباء ده لا اقدر اقول عليه متوسط. ليه؟ خارج من رأس القائمة رايح لمنتصف الضلع المقابل لهذا الرأس، يبقى عشان كده بقول على باء د متوسط. ماله بقى المتوسط ده وايه قصته؟ قال لي طالما خرج من رأس الزاوية القايمة يبقى طوله هيساوي نص طول الوتر. يعني يا استاذ هستنتج من كده، اقول له بما ان أ ب ج مثلث قائم في باء، المثلث ده والله قائم في باء، وبما ان باء د متوسط، وطالما بدايتك باء يبقى مقصود بيها ان هو خارج من الرأس القائمة. ايه الاستنتاج بقى اللي انا هستنتجه؟ هقول له اذا باء د بتساوي نص الوتر اللي هو أ ج. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لو انا عندي الأ ج دوت ب 10 سم، يبقى اقدر اقول ان الباء د ب 5 سم. طب لو عندي الأ ج كله ب 12 سم، يبقى باء د ب 6 سم. طب لو الوتر كله مثلا ب 16 سم، يبقى الباء د اقدر اقول عليه ان هو ب 8 سم. طب لو انا جيت قلت لك ان الباء د ب 3 سم، يبقى الأ ج بكام؟ قال لي يا استاذ ما هو كده الوتر قد المتوسط مرتين، يبقى الأ ج هلاقيه بتساوي 6 سم. يبقى من هنا اقدر اقول ان طول المتوسط الخارج من رأس القائمة هيساوي ايه بقى؟ نص الوتر. طب الوتر هيساوي ضعف طول المتوسط الخارج من رأس القائمة. نيجي على مثال 1. في الشكل اللي قدامي دوت أ ب ج مثلث قائم الزاوية في باء، ولو لاحظت ان ده المنتصف أ ج، ومعنى ان ده المنتصف أ ج ان باء د متوسط، وطالما متوسط خارج من رأس القائمة يبقى اقدر اقول على المتوسط ده ان هو بيساوي نص طول الوتر. يعني يا استاذ هستنتج ان الباء د هنا هيساوي نص طول أ ج. طب اذا كان أ ج كلها ب 9 سم، يبقى الباء د هتساوي 4.5 سم.
طب هنا عايز ألف د. ألف د، طب ما هو يا أستاذ ده المنتصف ألف جيم، وطالما ده المنتصف ألف جيم يبقى ألف د بيساوي جيم د بيساوي نص التسعة اللي هو 4.5 سنتي. يبقى عندي نظرية 3 بتقول لي إن المتوسط المرسوم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية بيساوي نص طول الوتر. يبقى في شرط أساسي عشان أقدر أقول إن المتوسط ده بيساوي نص طول الوتر. إيه هو الشرط الأساسي؟ إن المتوسط يكون مرسوم من رأس قائمة، من رأس زاوية قائمة. طب لو رأس الزاوية دي مش قائمة، عمري ما هقدر أقول إن المتوسط بيساوي نص طول الوتر. طب ما تيجي نعكس الكلام. اعكس الكلام يعني هنتكلم عن عكس نظرية 3. عكس النظرية 3 بتقول لي إيه بقى؟ إذا كان طول متوسط المثلث، يعني لو أنا عندي متوسط في قلب مثلث المرسوم من أحد رؤوسه، مرسوم من أي رأس من رؤوسه، إذا كان طول المتوسط اللي مرسوم من أي رأس من رؤوسه ده هو يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس، يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس، فإن هذا الرأس تكون قائمة. مبدئيا نص النظرية ده هو بالذات حفظ. ليه؟ لأنه بيجي لي على هيئة أكمل في أغلب امتحانات مصر كلها. ماشي؟ دي أول حاجة. تعالى نفهم عكس النظرية 3 على الرسمة دي عشان تقدر تحفظها بسهولة. لو أنا عندي ألف باء جيم مثلث، لو أنت ملاحظ إن المثلث ده مش قائم، يعني ما فيهوش زاوية قائمة، وعندي الباء دال متوسط. عرفت منين إن هو متوسط يا أستاذ؟ ما هي باء دي رأس من رؤوس المثلث ودال منتصف الألف جيم، يبقى أقدر أقول على باء دال إن هو متوسط. مديني طول الباء دال ب5 سنتي، ومديني الألف جيم ب10 سنتي. خد بالك إن ألف جيم ده يعتبر الضلع المقابل للرأس باء. ألف جيم ده يعتبر الضلع المقابل اللي قصاد الألف باء. باء دال ب5 وألف جيم ب10. إيه اللي أنت ملاحظه؟ أنا ملاحظ يا أستاذ إن الباء دال اللي ب5 ده بيساوي نص ألف جيم اللي هو ب10. يعني أقدر أقول له هنا بما أن باء دال بيساوي نص ألف جيم بيساوي 5 سنتي. باء دال نص ألف جيم. لو عندك متوسط بيساوي نص طول الضلع اللي نزل عليه، اعرف ان المتوسط ده اهو خرج من رأس قائمة، خرج من رأس قائمة. يبقى اجي هنا واقول له اذا قياس زاوية ألف باء جيم بتساوي 90 درجة. يبقى قياس الزاوية دي يا أستاذ هتساوي 90 درجة. مثال 2 بيقول لي هل قياس زاوية ألف باء جيم الزاوية دي كده بتساوي 90 درجة؟ هعرف منين؟ لو المتوسط اللي خارج منها بيساوي نص طول الضلع اللي نزل عليه، اعرف ان الزاوية ب90 درجة. قال لي يا أستاذ باء ده المتوسط خارج من الرأس باء طوله ب3 سنتي، وألف جيم الضلع المقابل لهذا الرأس طوله ب6 سنتي. يبقى أنا عندي الباء دال بيساوي نص طول الألف جيم، وبالتالي زاوية باء هتكون قائمة. أكتبها إزاي بقى؟ هقول له بما أن باء دال متوسط في المثلث ألف باء جيم، وبما أن باء دال بتساوي نص ألف جيم اللي هو بيساوي 3 سنتي، يبقى إذن قياس زاوية ألف باء جيم بتساوي 90 درجة. يبقى هقول له بما أن باء دال متوسط وباء دال طوله ب3 سنتي اللي هو نص ألف جيم، يبقى باء دال بيساوي نص ألف جيم بتساوي 3 سنتي. هستنتج إيه؟ إن قياس زاوية باء دي 90 درجة. يبقى إمتى أثبت إن الزاوية بتساوي 90 درجة؟ إزاي أقدر أثبت إن في زاوية معايا بتساوي 90 درجة؟ عن طريق إن أنا أثبت إن المتوسط اللي خارج منها بيساوي نص طول الضلع اللي نزل عليه. طب تعالى نشوف أكتر في المثال ده وهنفهم الموضوع بتاع عكس النظرية 3 أكتر وأكتر. في مثال 3 هنا بيقول لي في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامي ده فيه مثلثين، مثلث اسمه ألف دال باء وده قائم، ومثلث تاني اسمه ألف جيم باء عايز أثبت إن هو قائم في جيم. واداني معلومة هنا، قال لي إن جيم هاء بتساوي دال هاء، جيم هاء ده بتساوي دال هاء. اثبت إن المثلث ألف جيم باء ألف جيم باء قائم في جيم. طب واحدة واحدة كده يا أستاذ. عشان أقدر أثبت إن المثلث ده قائم في جيم، يعني أثبت إن زاوية جيم قائمة، يبقى لازم أثبت إن الجيم هاء المتوسط اللي خرج منها بيساوي نص طول
ألف باء اللي نزل عليه. ده اللي المفروض ان انا افكر فيه واحاول ان انا اثبته. طب تعالى واحده واحده. قال لي انا ملاحظ ان المثلث ألف د باء قائم الزاويه، وده الهاء متوسط خرج من الزاويه القائمه، يبقى على طول استنتج ان ده الهاء نص الألف باء. بما ان المثلث ألف باء د قائم في د، وبما ان د هاء متوسط، يبقى اذا د هاء بتساوي نص ألف باء. انا عندي الد هاء ده اهو بيساوي نص طول الألف باء. دي اول حاجه استنتجتها. نرجع للمعلومه اللي اداها لي في المعطيات. قال لي ان د هاء بيساوي ج هاء، د هاء بيساوي ج هاء، وبما ان د هاء بتساوي ج هاء، د هاء بيساوي ج هاء، هستفيد منها ايه؟ يا استاذ مش احنا لسه قايلين ان د هاء بتساوي نص الألف باء، وعندي د هاء بتساوي ج هاء؟ طب ما انا من هنا اقدر استنتج ان الجيم هاء بتساوي نص الألف باء هي كمان. يبقى اجي هنا واقول له اذا ج هاء بتساوي نص الألف باء. اقعد بقى لحد هنا كده وفهمني انت عملت ايه. احنا جينا اتكلمنا عن المثلث ألف د باء قائم الزاويه في د، وده الهاء متوسط، يبقى ده الهاء بتساوي نص ألف ج. اركن على جنب المعلومه اللي انت وصلت لها ديت، وتعالى نشوف في ايه تاني. في ان ده الهاء بتساوي الجيم هاء. طالما ده الهاء بتساوي الجيم هاء وده الهاء نص ألف ج، يبقى ج هاء هي كمان نص الألف ج. طالما ده الهاء نص الألف باء وده الهاء بتساوي ج هاء، يبقى ج هاء هي كمان نص الألف باء، وده اللي احنا وصلنا له. تمام كده؟ الشرح ببساطه اهو. طيب انا اصلا كنت عايز اثبت ايه؟ كنت عايز اثبت ان زاويه الجيم قائمه، يعني عايز اثبت ان الجيم هاء بتساوي نص الألف باء. طب ما انا يا استاذ كده ثبتت ان الجيم هاء بتساوي نص الألف باء، يبقى استنتج على طول ويقول لي اذا المثلث ألف ج باء قائم في ج، وهو المطلوب اثباته. هنيجي بقى على النتيجه المهمه جدا اللي هي خاصه بالمثلث التلاتيني ستيني. هو سماه تلاتيني ستيني ليه؟ مبدئيا المثلث ده لازم يكون في زاويه قائمه، يعني في زاويه من زوايا قائمه ب 90 درجه، وزاويه تانية بيكون قياسها 30 درجه، زاويه تانية بيكون قياسها 30 درجه. وبالتالي طالما في زاويه قائمه وزاويه ب 30، يبقى الزاويه الثالثه هجمع الزاويتين دول واطرحهم من 180 هتديني الزاويه الثالثه ب 60 درجه. وبالتالي المثلث بسميه 30 60 عشان فيه زاويتين، واحده ب 30 وواحده ب 60 والثالثه قائمه. ده كده اسم المثلث. طب النتيجه بتتكلم عن ايه؟ النتيجه خاصه بالضلع المقابل لزاويه 30. بتقول لي ان طول الضلع المقابل لزاويه قياسها 30 درجه في المثلث القائم، يعني مش في اي مثلث، ده شرط اساسي يكون المثلث بتاعي قائم الزاويه، بتساوي نص طول الوتر. قال لا ده كده عمل زي المتوسط اللي خارج من راس القائمه. يبقى انا عندي حاجتين بيساوي نص طول الوتر يا استاذ. المتوسط اللي خارج من راس القائمه بيساوي نص طول الوتر، والضلع المقابل لزاويه 30 برضه بيساوي نص طول الوتر. طب تعالى نشوفه هو فين الضلع اللي انت عمال تتكلم عليه ده. لو انا عندي المثلث أ باء ج قائم الزاويه في باء، وفي زاويه ج ب 30، من الضلع المقابل ليها؟ من الضلع اللي في وشها على طول اللي قصادها؟ قال الضلع اللي قصادها يعتبر اللي بالازرق دوت اللي هو أ باء. يبقى أ باء ده بقول عليه ضلع مقابل لزاويه قياسها 30 درجه. ماله بقى الضلع ده؟ قال لي على طول وانا مغمض كده هيساوي نص طول الوتر. يبقى اقول له كده بما ان المثلث أ باء ج قائم في باء. انا بكتب لك الحاجات اللي انت هتحتاج تكتبها في برهان المسألة لما تقابل معلومة زي دي. وبما ان قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة، يبقى اذا أ باء بتساوي نص أ ج. أ باء بيساوي نص أ ج. لو الألف ج ب10 يبقى أ باء ب5. لو الألف ج ب8 يبقى الألف باء ب4. لو الألف ج ب12 يبقى الألف باء ب6. طب لو الألف باء يا أستاذ ب3 يبقى الألف ج هتلاقيه ب6. ليه؟ لأن الضلع المقابل لزاوية 30 يعتبر نص طول الوتر، يعني الوتر ضعف طول الضلع المقابل لزاوية 30. فهمنا المعلومة دي؟ تعال نطبق بأمثلة عشان نفهم أكتر وأكتر.
نشوف مثال 4. هتلاقيه بيقول لي المثلث أ ب ج قائم الزاوية في باء ومديني زاوية ج ب30، وفي نفس الوقت مديني طول الألف ج كله ب16 وده المنتصف أ ج. اوجد محيط المثلث أ ب د للمثلث ده كده. يبقى أنا عشان أجيب محيط المثلث أ ب د اللي هو طالبه مني لازم يبقى معايا طول الألف باء وطول الباء د وطول الألف د. أول حاجة أنا ملاحظها إن أ ج كله ب16 سم وده المنتصف أ ج، يبقى استنتج ان الألف د ب 8 سم والدال ج ب 8 سم. دي معلومة عامة. تاني حاجة ملاحظها ان المثلث قائم الزاوية ومن رأس القائمة خرج متوسط اسمه باء د، يبقى باء د بيساوي نص طول الوتر يبقى برضه ب 8 سم. وملاحظ كمان ان المثلث القائم ده اهو في زاوية قايمة، يبقى الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر، يعني الضلع اللي قصاد ال 30 يا أستاذ اللي هو أ باء هلاقيه بيساوي نص الألف ج، هلاقيه برضه ب 8 سم. طب ما هي كده المسألة اتحلت، هجمع 8 و8 و8 يدينا 24. كده احنا شرحنا وحلينا المسألة شفوي على الرسم. تعال بقى نشوف ازاي بكتب برهان لمسألة زي دي. قال لي أول حاجة هقول له بما أن د المنتصف أ ج إذا أ د بتساوي 8 سم، وارجع هنا واقول له بما ان المثلث أ ب ج قائم في باء وبما ان باء د متوسط يبقى اذا باء د بتساوي نص أ ج اللي هي هتساوي 8 سم، وبما ان قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة إذا أ باء بيساوي نص أ ج اللي هو بيديني برضه 8 سم. إذا محيط المثلث أ باء د بتساوي 8 زائد 8 زائد 8 بتساوي 24 سم. نيجي في آخر مثال، والمثال ده من أهم أمثلة هذا الدرس، بلاقيه متكرر في امتحانات كتير وموجود في كتاب مدرسة وفكرته جميلة جدا. تعالى ركز كده في الشكل اللي قدامي. بيقول لي في الشكل المقابل اثبت ان أ ج بتساوي د ه. في الشكل اللي قدامي ده هو فيه ايه؟ في مثلث بالازرق اسمه أ باء ج، شايفينه كلنا، قائم الزاويه في باء، والباء د في قلب المثلث ده متوسط، يبقى هستنتج ان باء د بتساوي نص أ ج لانه متوسط خارج من راس القائمه. طب في ايه تاني؟ في مثلث تاني اسمه د باء ه، المثلث ده قائم في باء وزاويه ه ب 30، يبقى الضلع اللي قصاد ال 30 اللي هو باء د بيساوي نص طول وتر المثلث الاسود. يعني يا استاذ هلاقي ان باء د بتساوي نص د ه، يبقى من هنا باء د بنص أ ج وباء د بنص د ه، يبقى اقدر استنتج ان نص أ ج بتساوي نص د ه، يعني أ ج كلها بتساوي د ه كلها، وهو المطلوب اثباته. دي كده فكرة حل المسألة. طب واحدة واحدة بقى ونكتب برهاننا كده وركز معايا. هاجي هنا اقول له بما ان المثلث أ باء ج قائم في باء وبما ان باء د متوسط يبقى اذا باء د بتساوي نص أ ج، واسمي الكلام ده هو رقم 1. واجي اقول له هنا بما ان المثلث الثاني بقى اللي هو د باء ه، د باء ه قائم في باء وبما ان قياس زاوية ه بتساوي 30 درجة، زاوية ه ده هي ب 30 درجة، يبقى اذا باء د اللي هو الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر اللي هو مين بقى هنا؟ د ه، يبقى باء د بتساوي نص د ه، واسمي دهوت رقم كام؟ 2 يا استاذ. اجي هنا اقول له من 1 و2 ينتج ان في 1 كان باء د بتساوي نص أ ج، وفي 2 باء د بتساوي نص د ه، باء د طارت مع باء د والنص طار مع النص يتفضل لي أ ج بتساوي د ه، يبقى ينتج ان أ ج بتساوي د ه وهو المطلوب اثباته. اتمنى يكون درس خفيف وجميل وسهل وبسيط عليك وتكون فهمته كويس جدا. رياضيات مصر شرحت ووفت وفهمت، جه الدور عليك ان انت بقى تهتم بقى وتطبق على اللي انت فهمته ده
من خلال حل تمارين كتاب المدرسة أو كتاب المعاصر أو كتاب الماهر أو كتاب الأضواء أو أي كتاب خارجي متاح معاك في تمارين على هذا الدرس. حل تمارين كتير، كل ما هتحل أكتر كل ما هتفهم درسك أكتر وأكتر. أتمنى أكون فدتك ولو بحاجة بسيطة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.